انا بقول لكم كلام حقيقي، لو ادائنا احنا السبب في اللي احنا فيه احنا مستعدين نمشي. مستعدين نمشي ويبقى حد تاني اداؤه افضل. انما اذا كان ده محصله سنين طويله من عدم المواجهه وسلبيات كبيره جدا في الاداء، وانا ما بقصدش والله اسقاط على اي حد ولا الاساءه لاي حد، لكن ده الواقع. الناس كانت بتتحسب من اللي انتوا فيه دلوقتي وتخوفت منه على مدى اكتر من 50 سنه انها تاخد اجراءات لبناء دوله حقيقيه تقف على رجلها وتبص لمستقبلها. خافوا من رد الفعل اللي موجود عندنا ده، وعشان كده ما عملوش الاصلاحات، وفضلت الامور تتراكم وتتراكم. ولما الناس اتحركت في 2011 كان جزء من التوصيف مش حقيقي، جزء من التوصيف لحجم المشكله اللي موجوده في بلدنا مش حقيقي. محدش هيقدر يقول لكم الكلام ده غيري انا، لانه كله هيتحسب ان يتهاجم ويتقال لك هو بيقصد ايه بالكلام ده. لكن انا بقول لكم كده، التوصيف لمشكله مصر خلال ال 30 سنه اللي فاتوا ما كانش حقيقي، كان خداعي، كان وعي زايف ليكم، كان وعي زايف ليكم. وبالتالي قال لك حل المساله، اتحرك وشيل. وانت بتتحرك وبتشيل، بتشيل مستقبلك، بتشيل مستقبلك. عايز تتحرك تاني وتعمل، اتحرك. انت هتضيعها خالص، انت هتضيع بلدك خالص، وهتضيع مستقبلك انت واولادك واولاد اولادك القادمين. انا بقول كلام والله العظيم اتحاسب عليه قدام ربنا، مش قدامكم انتوا، قدام ربنا.